الفيلم بيبدأ وبنشوف راي موجود جوه سجن. راي دخل اكتر من 15 سجن وقدر يهرب منهم. شخص ذكي جدا بيشتغل في جهاز سري وكبار الدولة بيختاروه علشان يدخل السجون ويكتشف نقط الضعف الامنية فيها، وكل سجن بيدخله بيقدر يحط خطة هروب ويهرب منه. وهنا بنشوفه موجود جوه سجن، فالحارس دخله جوه الزنزانة. بعد كده بيسأله الساعة كام، وده طبعا لانه حاطط خطة للهروب وماشي فيها على ميعاد. وبعد ما الحارس يرد عليه راي بيبدأ يعد الثواني، ولما يجي عند الثانية 300 بنلاقي بنت نزلت من عربيتها قدام السجن، وبعد كده بتعمل انفجار علشان تشوش على المكان. وعلى طول بيجروا الحراس، واول حاجة بيعملوها بيروحوا يبصوا على الكاميرات علشان يشوفوا المساجين موجودين مكانهم ولا حد منهم هرب. فالحارس بيروح على الزنزانة اللي موجود فيها راي، ما بيلاقوهوش، وبيبلغ كل اللي معاه ان في مسجون هرب. وبنشوف راي خرج من السجن وركب عربية ومشي، وبعد كده بينزل من العربية، لكن الشرطة بتقدر تلحقه تاني وبتمسكه. والغريب ان واحد بالذكاء ده ما بعدش كفاية عن السجن ليه علشان ما يتمسكش، بس هنعرف دلوقتي. الشرطة بتاخده وبترجع بيه على السجن تاني، وهناك بنشوف كلارك صاحب راي بيقابل مأمور السجن وبيقول له احنا شركة امن مستقلة، وظيفتنا ان احنا بنختبر سلامة السجون، ومن الواضح ان السجن بتاعك ما كانش شديد الحراسة بالقدر الكافي. فمأمور السجن بيقول له طيب يا ريت تقول لي انت هربت ازاي. راي بيبدأ يحكي له على خطته اللي عملها، وبيبدأ يقول له اي عملية هروب محتاجة لثلاث حاجات: انك تحفظ تصميم السجن، والروتين اللي ماشي بيه الحراس، واي مساعدة ليك من بره او من جوه. وده اللي انا عملته بالظبط. ضيف على كده ان انا كل يوم معايا 7 دقايق من غير ما حد يراقبني. فمأمور السجن بيقول له حتى لو انت بالذكاء ده عشان تقدر تخرج من الزنزانة لازم تكون عارف الرقم السري بتاعها. راي بيقول له ان الحليب بالشوكولاتة الموجودة عندكم عليه طبقة رقيقة جدا، فانا قدرت اخدها واحطها على لوحة المفاتيح بتاع الزنزانة، ومن هنا عرفت الرقم السري، وكان سهل جدا ان نوصل للوحة المفاتيح لانها جنب الزنزانة بالظبط. وبالنسبة للانفجار اللي حصل كان علشان يشتت الحراس الموجودين على السطح مش اكتر، علشان انا طريقة خروجي كانت من على السطح. وبعد كده ركبت العربية ومشيت. وكلارك بيقول له ان ده العادي لانه هرب من اكتر من 15 سجن قبل كده. وبعد كده بيمشوا من السجن، وراي بيقابل واحدة اسمها جيسكا. جيسكا بتبدأ تحكي له على سجن جديد هيدخله، والسجن ده متمول من بنوك كتير جدا ورجال اعمال علشان يختبروا الامن بتاعه. وكلارك بيقول له ان هم حاطين المرة دي ضعف المبلغ اللي انت بتاخده كل مرة. جيسكا بتبدأ تقول له ان اللي بيروح السجن ده ما بيعرفش يخرج منه تاني، وشرطه لما تروح هناك ان محدش يبقى عارف مكانك فين بالظبط. بعد كده بتقول له انت هتتمسك من المكان اللي احنا فيه ده، وبتوري له اسمه وبياناته الجديدة، وبتقول له هتبقى متهم انك ارهابي وعملت تفجيرات كبيرة. وبعد كده بيحطوا له جهاز التعقب في جسمه، وراي بينزل يمشي في الشارع ولسه بيبص وراه عربية وقفت قدامه ومسكوه. واول حاجة عملوها شالوا له جهاز التعقب من جسمه، وطبعا راحت اشارة التتبع من عند اصحابه، ومن الواضح كده انه اتغدر بيه. بعد كده راي بيفوق بيلاقي نفسه جوه سجن، ومن الواضح ان الهروب هيبقى من السجن ده شبه مستحيل. وفجأة راي بيلاقي كاميرا مراقبة ضخمة جدا قدام المكان اللي هو موجود فيه، وبنلاقي مدير السجن بيراقب اي حركة للمساجين كلها. في البداية مدير السجن بيقعد مع راي، بيلاحظ راي ان في حاجة غلط، بيقول لمدير السجن على رمز خروجه. فالمدير بيقول له يعني انت عايز لما تقول له الرمز ده هطلعك تمشي، انت خلاص ما عدتش هتقدر تخرج من المكان ده. وبعدين راي بينزل السجن، وبنلاقي مجموعة مساجين اتلموا عليه وحاولوا يضربوه، لكن بيقابل هناك روتماير اللي بيقول للمساجين ابعدوا عنه، وده اول واخر تحذير. وبعد كده روتماير بيعرفه بنفسه وبيسأل راي انت دخلت هنا ليه؟ ما بردش عليه. روتماير قال له طيب خلي بالك من نفسك علشان اللي بيتقتل هنا بيسيبوا جثته لما تعفن. روتماير بياخد باله ان راي بيبص على كل مكان في السجن. بعد كده بيقول له انت اتسجنت فين قبل كده؟ راي شكله كده مش عاوز يتعرف على حد، فبقول له ليه كل الاسئله دي وما عدتش تسالني في حاجه تاني؟ روتماير قال له يا عم ماشي، لو احتجتني في اي خدمه فانا موجود. وبعدين بيساله انت ليه بتبص على الحراس كتير وبتفضل تبص على كل مكان في السجن؟ راي قال له طب بص انا عايز منك خدمه، هنعمل مشكله مع بعض وندخل الحبس الانفرادي. وفعلا بيفضلوا يضربوا في بعض، وبعد كده بيدخلوا الحبس الانفرادي هما الاتنين. وراي لما بيدخل الحبس الانفرادي بيلاحظ ان في مسامير موجوده في الزنزانه، وراي كان اتضرب من الحراس كتير جدا، وبعد كل الضرب ده كان لازم يروح للطبيب علشان يتعالج. راي بيقول للطبيب انت ازاي بتشتغل في مكان مفيش فيه اي انسانيه زي كده؟ فالحارس بيلاحظ انه بيكلم الطبيب، فبيسأل الطبيب هو كان بيقول لك ايه، بس الطبيب مرضاش يقول للحارس. وهنا فكر راي انه ممكن يستفاد من الطبيب بعد كده. روتماير بيقول
بيقول لري لقيت اللي انت بتدور عليه في الصندوق الانفرادي؟ بيقول له ايوه لقيتها، بس عايزين حاجه تكون حاده شويه. قال له تمام هقدر اجيبها لك. بعد كده بنشوف مأمور السجن بيسأل روتماير على مكان رجل اعمال واسمه فيكتور. روتماير عارف مكانه لكن رافض يقول عليه. المهم بيفضل يحور عليه شويه وما قالوش على اي حاجه. الحراس عذبوه شويه بس قدر يجيب الآلة الحاده اللي ري طلبها منه. وبعد كده ري بيقول له انا دخلت اكتر من 15 سجن وقدرت ان اطلع منهم وده كان شغل بره، لكن في النهايه اتغدر بيا وجابوني المكان ده. وبعدين بيقول له لازم ندخل الصندوق الانفرادي تاني، والمسامير اللي موجوده جواه مع حراره الاضاءه والقطعه الحاده اللي معايا هتخرج بسهوله، وساعتها هقدر اوصل للسطح وهعرف احنا محتاجين ايه عشان نخرج من هنا. وفعلا بيعملوا خناقه تاني وبيدخلوا الصندوق الانفرادي. وبعد كده ري بالآلة الحاده اللي معاه وحراره الاضاءه بيحاول يفك المسامير اللي موجوده، وفعلا بيقدر يفكها ويخرج من الزنزانه. ومن ناحيه تانيه بنشوف روتماير بيعمل هيصه في المكان علشان يشوشر عليهم وما يعرفوش ري بيعمل ايه. فمدير السجن بيروح له الزنزانه وفاكر ان هو بيعمل كده علشان ما يدلوش على مكان فيكتور. وبنشوف ري طلع فوق علشان يوصل للسطح بتاع المكان، لكن وهو طالع بيحصل انفجار في مواسير الميه، بس ما حطش في دماغه وكان لازم يكمل علشان يوصل للي هو عايزه. واخيرا وصل للسطح، وهنا كانت الصدمه لان السجن طلع موجود على سفينه في وسط البحر. ونزل ري بسرعه تاني علشان يرجع مكانه، لكن المكان كانت ملا ميه وبعد كده بيقع في قلب الميه وبيحصل خرق في جميع الزنازين، وعلى طول بيضرب جهاز الانذار بيطلعوا كل المساجين بره الزنازين. واخيرا ري قدر يرجع مكانه تاني. ولما روتماير بيساله احنا موجودين فين بيقول له ما اعرفش. مدير السجن بيروح على الزنزانه وبيشوف المسامير اللي فكها ري ومستغرب هي ازاي اتفكت، بس الحارس اللي معاه بيقول له ممكن اندفاع من الميه. بعد كده بنشوف مكالمه بين مدير السجن وكلارك، وكده اتاكدنا انه خاين وان هو فعلا اللي دخله هناك. وقال له مدير السجن ان في ناس دفع فلوس كتير جدا علشان يفضل موجود عندك، وحرص قوي علشان يفضل موجود عندك للابد. وبنروح لاصحاب ري بنلاقيهم بيقدروا يوصلوا لاسم السجن وبيعرفوا ان هم بيكسبوا منه فلوس بطريقه غير قانونيه. بنرجع لري مره تانية بنلاقيه حفظ كل تحركات حراس الامن اللي في السجن، وبعد كده بيقول لصاحبه على كل تحركاتهم بالظبط، وعلى الاساس ده هيحطوا خطه ويهربوا من المكان. وبيطلب من روتماير ان هو يضربه بالسكينه علشان يقدر يرجع يتواصل مع الطبيب مره تانية. اول ما بروح للطبيب بيقول له ان اللي بيحصل هنا غير قانوني، وبيقول له انا عايز اعرف مكاننا فين بالظبط، لكن الدكتور بيرفض. ري بيعمل ان هو وقع على الارض وبيجيب ورقه وقلم وهنعرف هيستخدمهم في ايه دلوقتي. زي ما انت شايف كده هو بحاول يعمل بوصله علشان يقدر يحدد موقعهم فين بالظبط، وفعلا بيقدر يعملها. وفجاه بنشوف الحراس ضربوا ري وخدوه لمدير السجن. بيقول له انا استخدمت الكتاب بتاعك لتامين السجن، وفي ناس بره دفع فلوس كتير جدا علشان انت ما تخرجش من هنا. ري بيقول لمدير السجن انا عندي ليك عرض حلو وتخرجني من هنا، هقول لك على مكان فيكتور وتوعدني تمشيني من هنا. قال له اتفقنا، لو عملت كده هسيبك تخرج من هنا. وفيكتور ده المدير عاوز يعرف مكانه من روتماير لكنه رافض، بس بما ان هو وري بقوا اصحاب فهيقدر يأثر عليه. روتماير بيقول له ايه اللي حصل جوه؟ قال له ان انا هضحك على مدير السجن. وبنشوف ري مره تانية مع المدير بيقعد يقول له اي كلام واي حوارات علشان يكسب وقت بس مش اكتر. مدير السجن المره دي قال له انا عاوز اعرف مكانه فين بالظبط. وري وروتماير بيتفقوا مع مسجون تاني ان هو يروح يقول لمدير السجن ان هم بيخططوا للهروب. مدير السجن بيقول له هم مين بالظبط؟ قال له انا مش عارف معلومات كتيره، بس علشان اتكلم ليا طلب الاول. قال له عايز الحراس يسيبوني في حالي، وعاوز مصحف في الزنزانه بتاعتي، وعاوز اذكر اسم ربنا في الهواء. قال له موافق، وطبعا خد البوصله معاه فوق المركب علشان يقدر يحدد مكانهم. وبالفعل قدر يحدد مكانهم. ذكاء ري في الهروب من السجن مساعدهم كتير. بيقول لهم تخميني ان احنا موجودين على حدود المغرب. فروتماير بيرد عليه ويقول له انا اعرف واحد ممكن يساعدنا في الموضوع ده ويجي لنا، بس هنبعت له الرساله ازاي؟ ري قال له مفيش قدامنا غير طريقه واحده وهي الدكتور. وري بيشرب اي حاجه تبين ان هو تعبان علشان يروح للدكتور، وبيقول له انا عاوزك تبعت لي رساله لشخص. الدكتور بيرفض وبنادى على الحراس تاخده، بس بعدها بلحظه بيطلع الدكتور من اوضته وبيقول له الحراس هاتوا المسجون ري. جابوه وقال له انت عاوز مني ايه بالظبط؟
ووافق فعلا ان هو يبعت لهم الرسالة. راي راح لمدير السجن مرة تانية وقال له على مكان فيكتور علشان يكسب وقت بس مش اكتر، بس طبعا المعلومات اللي قالها له غلط. بعدين بيقول لصاحبه احنا معانا 24 ساعة بس قبل ما يكتشف الحقيقة، وعلى طول الدكتور بيبعت الرسالة اللي طلبها منه راي. مدير السجن متابع كل تحركاتهم، وبعد لحظة بيحصل شغب في السجن والمساجين بيفضلوا يضربوا في بعض، ومن ناحية تانية راي وروتماير بيضربوا حراس السجن اللي واقفين على السلم علشان يقدروا يطلعوا فوق. راي قال لهم معانا 11 دقيقة بس عشان نطلع فوق، على امل انه يكون الطبيب بعت الرسالة. وهم في طريقهم بيكسروا اي كاميرات موجودة وبيحطوا التاتش بتاعهم لمدير السجن. بنشوف المدير بعد كده قفل كل الابواب اللي هتطلعهم على فوق، وكده اتاكدنا ان الدكتور بعت الرسالة. وصلت المساعدة وصلت على طول، وهم مكملين علشان يوصلوا فوق بسرعة. بيقابلهم حراس كتير لكنهم بيقدروا يتخلصوا منهم ويكملوا طريقهم، وللاسف الشخص الثالث اللي معاهم حصل له اصابة. بعد كده روتماير استغرب هم عرفوا مكانهم ازاي، وبيكتشفوا ان في اجهزة استشعار موجودة في المكان. راي بيمسكها ويكسرها. المدير بيقول له اعمل اللي انت عايزه، انا لسه متحكم في كل حاجة. راي بيقول لهم ما قداميش غير حل واحد، هوصل لغرفة التحكم علشان افتح الابواب وانتوا اطلعوا فوق وانا هاجي وراكم. الشخص الثالث اللي معاهم ما بقدرش يكمل بسبب الاصابة، قال لهم كملوا انتم وانا هحاول اعطلهم على قد ما اقدر. المدير بيعرف ان راي نزل غرفة التحكم فبيبعت له واحد علشان يشوفه، وصاحبهم الثالث حاول يعطلهم على قد ما يقدر بس للاسف في النهاية اتقتل. بعد كده بنشوف الدراع اليمين لمدير السجن بيحاول يمسك راي، بيفضلوا يضربوا في بعض شوية لكن في النهاية راي بيقضى عليه وفتح الابواب علشان يقدروا يخرجوا من السجن. وكانت الطيارة وصلت للموقع وطبعا بتمسك الحراس اللي موجودين فوق السفينة بتقتلهم كلهم. روتماير وصل لفوق وجري ناحية الطيارة وبعد كده مسك سلاح وموت له شوية حلوين. مدير السجن فضل يقول لراي سلم نفسك احسن لك لانك مش هتقدر تطلع من هنا. وراي في الوقت ده عمل حركة ذكية جدا ونزل في خزانات المية وقدر يفضيها كلها عن طريق غرفة التحكم، وخرج بره السجن في قلب البحر. وبعد كده الطيارة اللي معاه بيشوفوه بتنزل له سلم وبيطلع عليه. المدير طلع فوق وفضل يضرب نار عليهم شوية، والروتماير حدف مسدس لراي. وقتها روتماير اتصاب بس راي بعد كده فجر المكان باللي فيه، وبعد كده مشيوا من المكان. وبنتهي فيلمنا على كده.